رئيس البنك الدولي يشيد بجهود جلالة الملك من أجل تعميم الحماية الاجتماعية. أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا يوم الجمعة بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا زيادة والتزام جلالته لفائدة النهوض بظروف عيش المغاربة. وقال بانغا في تصريح للصحافة على هامش الاستقبال الذي حظي به إلى جانب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من طرف جلالة الملك: أشيد بجهود جلالة الملك من أجل النهوض بالحماية الاجتماعية بالمملكة. وأعرب بانغا عن اعتزازه بالاستقبال الذي حظي به من قبل جلالة الملك، معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال الذي خص به المغرب المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر. وجدد بانغا دعم البنك الدولي للمغرب في فترة ما بعد الزلزال. وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس عشية يوم الجمعة بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية 11. ووجه جلالته بهذه المناسبة خطابا إلى أعضاء البرلمان بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي الذين يشاركان في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين.